السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في مصر وبره مصر. النهارده يوم جديد وروتين جديد. هنعمل معانا روتين النهارده. هنعمل طبعا معانا هنغسل مواعين وهنشوف الطيور وهنعمل فطار هنشوف الطيور وهنعمل فطار هنغسل هدوم برضي. يعني روتين كله نشاط وحيوية. هتشوفوا معايا دي بطاطسايه من اللي انا قشرتهم، دي مضروره يا جماعه. دي اللي معايا اللي يلقى بطاطس زي دي ما يخرطهاش ولا يجلهاش لان مضره بالصحه. هنعمل بطاطس مقليه. طبعا هنعمل فطار، نعمل بطاطس مقليه ونعمل بيض ونعمل مدمس ونعمل كنتالوب ونعمل احلى فطار. طبعا هنحط البطاطس في القلايه، هنحط له حته زيت قليله وهنحط ملح نتبله كويس ونحطه في الجلاية. طبعا هي الجلاية دي صحية، احسن من تجلي البطاطس في الزيت. ده هيبقى فطار صحي واكل صحي. كده احنا ظبطناهم، هنحطهم في الجلاية البيت ما يحمروا. طبعا هنعمل باقي الفطار، هنعمل مدمس وهنعمل او فول، نقول فول مدمس، وهنعمل بيض، نسلق بيض على النار، هنجمر عيش، هنعمل كنتالوب وبطيخ على بعض كده، يعني مع بعض كده. ده كمية المواعين اللي هنغسلها النهاردة. طبعا انا بصور، مش هينفع انا ان انا اغسل واعمل، فانا هغسل المواعين وارجع لكم. الوقت انا غسلت المواعين ودي رجعت لكم اهو. طبعا في حد هيقول لي الصواني دي لها فترة كبيرة وانا بشتغل فيها، عاملة كده. ما كانت هي حفانها مشتريها حفانها سودا، فهو مع كتر الغسيل والبتاع لونها غير. الحلل يا جماعة دي انا جايبة الحلل دي اصلا لونها كده نوع بني احمر كده، بني ونوع اسود. طبعا مع الغسيل وكده فتلقوا لونه غير برضي. ده غسلنا الطبق طبعا كلها اهي، حطيناها في المطبقية الصفة. كمية الروتين كله نشاط وحيوية النهاردة. روتين عالي قوي. هنعمل فطار. طبعا البطاطس اهي لسه برضه محمرتش. نعمل مدمس ونعمل بيض مدمس اهو، وعملنا بيض مسلوق، وهنقمر العيش على النار. طبعا انا بعمل فطار وبعدين هغسل البوتاجاز، لان ما ينفعش ان انا اغسل البوتاجاز هنعمل فطار وبعد كده نرجع نغسل البوتاجاز ان شاء الله. ده البيض اللي سلقناه، ودي البطاطس اهي اتحمرت طبعا في الجلاية غير الزيت. ادي الفطار بتاعنا يا جماعة، مدمس وبيض وكنتالوب وبطاطس وعيش مقمر بعيش طابونة مجمر. لازم نجمر العيش الصبح، احلى فطار. طبعا بعد كده هنروح نشوف نفطر الطيور. رحنا عند الطيور دول. الطيور يا جماعة ده انا حطاهم في عشة صغيرة وبحط لهم لنضة بالليل على اساس ياكلوا بالليل، ما يبقاش معتم عليهم. تاكلوا دي العلافة والزجاية. طبعا حطينا لهم مية وعلف، وطبعا عشان ياكلوا ويفطروا زينا كده. حطينا اكل ومية. انا كان معايا كام واحده مدندفين، فانا بحط لهم، تحط يا جماعه النص مع النص غطايه خل كده في الميه. لاي تلج فرخه معاكي مدندفه ولا حاجه، تحطي في الميه نص غطايه خل. ده دي تنفع معاك كتير قوي للفراخ. تخلي الفراخ بدل ما هي مدندفه وكده تبقى كويسه وتاكل وتشرب. ونفس يعني الخل كويس، هينضف معاها الامعاء بتاعت الفراخ، تخليها تاكل وتشرب كويس. فراخ غليت يا جماعة خالص. يعني احنا بنجيب كيلو الفراخ بحاجة و50 جنيه، وبنجيب الكتكوت الواحد ب23 جنيه. يعني كتكوت صغير احنا جايباهم ليهم يطلع شهر دلوقتي. ساعة ما اشتريتهم كانوا صغيرين، الواحد ب23 جنيه الكتكوت.
يعني غالي خالص، الفراخ غليت خالص. طبعا انا بربي الابيض، انت شفتوا معايا الفراخ البيضاء بربيها في الشتاء، ما ينفعش في الصيف عشان الدنيا حر. انا بربي الفراخ البلدي دي في الصيف، لكن الفراخ البيضاء بتتربى في الشتاء. انا صورت قبل كده، هترجع ورا في الفيديوهات هتلقوني مصوره لكم الفراخ الكتاكيت البيضاء. دول طبعا الفراخ بتوعتنا دول اللي انا صورتهم قبل كده برضه، دول بيبيضوا لنا البيض. دول انا مربياهم عشان يبيضوا. طبعا مش هنذبحهم، لكن طبعا اللي شفتوهم الاول دول طبعا اول ما يكبروا كده هنجي منهم الديوك الحلوه كده وندبحها. روتيننا النهارده طويل وكله نشاط وحيويه الله رب، والله المستعان. يسعدنا ربنا ويقوينا. بعد طبعا اكل الفراخ هنروح نشوف الغسيل، معانا كمية غسيل طبعا لازم نغسلها. انا النهاردة صورت لكم الفيديو كله ايه، يعني شغل ما فيهش ولا عملتش لسه اكل. لسه هنعمل اكل ان شاء الله وهصور لكم الاكل. طبعا دي العلافة لسه والزجاج دي هنغسلهم وننضفهم عشان نحط لهم الاكل فيهم. معلش يا جماعة، انا ما بقدرش اصور وانا بعمل احط الاكل ولا المية، لان انا بصور بنفسي. معلش. خلصنا كده الطيور ورحنا للغسيل. ده كمية ملي وشاش مخدات وهدوم، يعني هنغسل هدوم كتير. طبعا انا حاطة في الغسالة اهي، وبرضي في محطوط في الارض، يعني هنغسل حاطة غسلة كمية غسيل مهولة. نطلع الحطة طبعا ونحط حطة غيرها. خلاص كده اتعصرت وخلاص. الغسالة دي يا جماعة بتغسل وتعصر، تشطف وتعصر مع نفسها كده. الغسالة دي بتشيل 14 كيلو. انا كانت معايا غسالة نص في الاوتوماتيك، اللي هي اللي انا احصر واحطها تشطف، بس باظت فاشترينا دي. نحط لها الاريال، واي نوع اريال. هي الغسالة دي اي نوع اريال بتحط لها عادي، مفيش اريال معين ليها. ونحط لها اريال ونحط طبعا معطر الهدوم واريال. انا ما بحطش في العلبة بتاعتها، لان ممكن العلبة بتاعتها مع كتر الاريال والبتاع بتبوظ. سألنا الراجل بيقول بتبوظ الكمية مع الاريال والبتاع، بتبوظ الغسالة. فاحنا انا بحط الاريال والبتاع بايدي كده الغسالة. طبعا هنظبط الغسالة هي نشغلها. طلعنا حطة وحطينا حطة غيرها. بتعبي مية. طبعا تعبي المية كمية المية اللي هي طالباها، وما تعبي كمية المية كده خلاص هتشتغل. هي طبعا شغالة وفي نفس الوقت بتعبي مية كده لحد ما تعبي كمية المية اللي هي مطلوبة وتروح فاصلة. كده الروتين بتاعنا يبقى خلص. ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني، عشان قناتي تكبر بكم ومعاكم. اهم حاجة اللايكات يا جماعة والشير، لايكات والشير عشان القناة ترفع وتكبر بيكم ومعاكم. بس كل الغسالة ما هي حاليا بتعبي مية. وبعد ما تعبي مية هتعمل ايه؟ تشتغل زي نقع كده، وبعد كده تشتغل تغسل.